ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سوزان من قناة اوزو في المطبخ. هنعمل مع بعض الرقاق الطري بطريقة سهلة جدا ومقادير بسيطة وتكات. بجد هتعجبكم جدا وطعمه كمان هيعجبكم جدا. دلوقتي معايا مقاديري. معايا كيلو دقيق. الكيلو الدقيق حطيت عليه نص معلقة صغيرة من الملح، وخد مني حوالي كوبايتين ونص من المية الدافية. بس طبعا احنا عارفين ان احنا منحطش على العجين المية كده على طول، لا هننزل بيها حبة حبة، يعني في النص كوباية الأخيرة هننزل واحدة واحدة، لأن طبعا عارفين ان كل دقيق على حسب احتياجه من المية. الدقيق بيختلف على حسب نوعه. لفتها قوي كده. العجينة دي طبعا هتكون طرية مش قاسية. دي نص الكوباية الأخير أنا حطيت منه حبة بحبة على ما أشوف احتياج الدقيق هيحتاج مية قد ايه. هو احتاج مني كوبايتين ونص، بس ما اقدرش ان انا احط النص كوباية كده على طول. زي ما قلت انا عايزاها طرية. هي بتمسك برضو لسه في ايدي، وهتفضل كده في الايد التانية هي اللي مش فيها العجين. شايفين؟ بتمسك بس على خفيف. دلوقتي انا هشيلها من البولة وهحطها على الكونتينر عشان اعرف اعجنها كويس. هرش طبعا من الدقيق، وهرش عليها كمان على العجينة، وهلفها كويس قوي كده بالدقيق وهعجنها كويس. بعد ما هعجنها كويس انا هسيبها حوالي 10 دقايق ترتاح. اي عجينة لازم تسيبيها بعد ما تعجنيها 10 دقايق ترتاح. شايفين لفت ازاي؟ حلو، بس طرية برضو مش عجينة قاسية. شايفين طرية ازاي؟ تمسك على في ايدي بقى على خفيف خالص. بعد ما سبتها 10 دقايق ترتاح، دلوقتي انا هرش الاول الدقيق تحتيها برضو، وهرش عليها حبة دقيق، وكده هسيبها 10 دقايق ترتاح. واغطي عليها طبعا بالبلاستيك راب او باي فوطة نظيفة. بعد ما ارتحت 10 دقايق جبت صينية اللي هكور فيها، وهترشي الاول دقيق فيها. طلعت معايا 8 كور. كل كورة انا عملتها على قد الصينية اللي انا هحط فيها الرقاق. الرقاق الطري ده طعمه جميل جدا، ما يفرقش بجد عن الرقاق الناشف، وخصوصا لما تعملي التكات اللي انا هقولك عليها. سبت طبعا الكور ترتاح برضو شوية، ودلوقتي انا فردت دقيق. انا مش هدهن زيت، لان انا لو دهنت زيت في الارضية العجينة معايا هتقطع. فاحسن حاجة ان انتي تفردي دقيق وما تقلبيهاش، لا نفس الوش اللي انتي بتفرديه على الكونتينر هو نفسه اللي هتحطيه برضو. تشيليها كده وتجيبي دقيق تاني تحتيها زي ما انا بعمل كده وتفرديها. انا كنت بفردها على اساس ان انا هعملها مربع على قد الصينية المربعة اللي انا هحطها فيها. هتحطيها في صينية مثلا دايرة مدورة، هتخليها مدورة على حسب الصينية اللي انت هتعمليها فيها. ممكن برضو بدل ما تحطي دقيق بس تحتيها كده كتير، ممكن تدهني زيت وتحطي عليه برضو دقيق، ترشي عليه دقيق وبعدين تفرديها عليها.
لكن زي ما قلت لو دهنتي تحتيها زيت وفردتيها على الزيت وحطيتي كمان على وشها زيت فهتتقطع منك، وهتيجي تشيليها مش هتعرفي تشيليها، هتقع منك وتتقطع. فكده احسن حاجة. على عين البوتاجاز انا شلت الحامل بتاع العين. الصينية اللي انا هحطها فيها، اللي انا هحط الرقاق فيه وادخله الفرن، دي نفسها اللي انا قلبتها على وشها وهعمل الرقاق عليها، هسوي الرقاق عليها. دلوقتي انا دهنتها زيت واستنيت لما تسخن. شايفين الرقاق بتطلع ازاي بكل سهولة، وحطيتها كده على الصينية، على ظهر الصينية زي ما انتم شايفين كده. طبعا لما تيجي تشيليها برضو هيبقى هتنزل منك كده من الجناب، فانا بسرعة كنت بشيل اي حاجة واقعة من الجناب، اي عجينة نازلة منها من الجناب قبل ما تاخد سوا هي كمان. تفضلي تقلبي فيها كده. طبعا الوش ده كده اتدهن زيت عشان الصينية كنت دهنها زيت. وبعدين قلبتها وحطيت برضو، فرشت عليها زيت برضو. لازم تدهني عليها زيت من الوشين، لازم تدهنيها زيت. اهي هتفضلي تقلبي فيها كده لحد ما تحسي خلاص ان هي استوت. مش استوت ان هي وشها احمر واحمرت، لا. دي واحدة تانية، دي ما شاء الله طلعت معايا كويسة، ما اتقطعتش خالص، محصلش فيها حاجة. دهنت برضو على الصينية زيت، والوش التاني اهو برضو بدهن عليه زيت. طبعا الكورة اللي انتي الاخيرة اللي انتي كورتيها ما تاخداش هي اول واحدة، لا، هتبدأي باول واحدة انتي كورتيها، هتفردي اول واحدة انتي كورتيها. انا كنت بفرد وبحط على طول على الصينية. على الصينية ان انا يعني بسويها. وفضلت اعمل كده بقى في ال8 كور، والجناب اللي طلعت من ال8 كور انا عملتها كورة برضو. شايفين خفيفة ازاي وطرية خالص. نفس الصينية بقى اللي انا سويت عليها دي نفسها اللي انا هفرد فيها الرقاق واسويه فيها. وطبعا كنت مجهزة معايا اللحمة، عصقتها. شايفين الرقاق حلو ازاي وخفيف. هبدأ دلوقتي في الصينية بعد ما فرشت في أرضية الصينية من الزيت. دي الواحدة اللي طلعت من جوانب العجين. هدهنها دلوقتي من السمنة أو الزبدة، بين كل واحدة وواحدة هدهن سمنة أو زبدة. وهقطع الجوانب كده عشان تبقى شكلها حلو بس في الصينية، وما تبقاش تخينة معايا وتبقى رقيقة. في ناس بتعمل الرقاق الطري وما بتدهنش ما بينه سمنة، لكن لا، انا ما برجحش كده، لان انا جربته كده وجربته كده، لقيته احسن ان انت تدهني ما بينه سمنة. ويا سلام بقى كمان لو سمنة بلدي. انا الصراحة كنت بدهن زبدة. جيت على الجوانب اللي كانت فاضية بقيت اقطع من الحتة اللي طلعت واحطها في الجوانب.
هتخليهم 3 و3 او 4 و4 على حسب بقى ما تحبي. بس بما انك مرققاه قوي وخفيف هتخليهم 4 و4. وفي النص طبعا اللحمة كنت معصجاها وحاطه فيها فلفل، وحاطه فيها التوابل بتاعتها، وحاطه فيها ومقطعه فيها زيتون برضو، فردتها كده في النص. وبدأت تاني برضو احط الرقاق التاني، افرد بقية الرقاق عليه، وبرضو ادهن في النص سمنة او زبدة. دلوقتي انا كنت مجهزة الفرن عشان يبقى حامي وسخن، والصينية تدخل ما تاخدش وقت فيه. هي قعدت حوالي نص ساعة. ومجهزة معايا دلوقتي كوباية كبيرة من اللبن. انا كده قطعت الرقاق قبل ما ادخله الفرن. كوباية كبيرة من اللبن، عليها بيضاية بشعرة فلفل اسمر عشان زفرت البيض، ونص معلقة ملح ابيض. كان معايا برضو قشطة، كنت هفرشها على وشه، هدينها على وشه، بس الصراحة نسيت، فعشان كده فتحت الفرن قبل ما احط الصينية على الشواية تحت الشواية، فحطيت القشطة. وده شكلها اهو بعد ما طلعت من الفرن. الفرن طبعا هتعليه عشان الرقاق ما ينشفش. الرقاق لازم يدخل الفرن والفرن يكون عالي، وبعد ما يتحمر من تحت هترفعيه فوق تحت الشواية، وبرضو الشواية هتبقى عالية، ويا دوبك تحمريه وتطلعيه من الفرن عشان ما يتحرقش، وبعدين تغطي عليه، وبالهنا والشفا.